عمرك سألت نفسك ليه العربيات السريعة زي فراري ولامبورجيني ما بيعملوش إعلانات على التلفزيون؟ الحقيقة إن العربيات السريعة زي لامبورجيني وفراري ما بتحبش تعمل إعلانات عشان تفضل محسسة الناس بقد إيه المنتج بتاعهم نادر وقد إيه المنتج بتاعهم ليه تمنه وليه العميل اللي بيختاره. كمان العلامات التجارية زي لامبورجيني وفراري وباقي العربيات دي بتحب إن هي تبان إن هي خاصة ومتميزة ونادرة مش أي حد بيقدر يوصل لها. الإعلانات وطريقة تقديم الإعلانات سواء على التلفزيون أو السوشيال ميديا ده بيخليها تبان إن هي متاحة للجميع وهي مش عايزة تظهر بالصورة دي. طبعا زيهم زي اي شركة بيسوقوا بس هم بيختاروا القنوات اللي بيشتغلوا عليها في التسويق بشكل صحيح زي مثلا السباقات زي ايفنتات العربيات الحاجات اللي هي بتبقى مخصصة للجمهور اللي بيتابع العربيات السريعة وبيهتم بالعربيات السريعة وبيهتم بالأخبار عن العربيات. فهم بيستهدفوا القنوات دي وبيستهدفوا الطرق دي للتسويق بتاعهم. كمان بيستهدفوا الايفنتات الرياضية الخاصة برجال الأعمال زي الجولف زي التنس. الحاجات دي كلها هم بيهتموا ان هم يكونوا متواجدين، يعني بنشوف مرسيدس وبي ام دبليو، بنشوف اللوجوهات بتاعتهم في الالعاب وبنشوف ان هم سبونسرز لالعاب مهمه بتهم رجال الاعمال زي التنس والجولف والحاجات دي.